بسم الله الرحمن الرحيم. حلقه جديده واستوديو بروفيسور، معاكم احمد ابو الشيري النهارده، والحديث عن مباراه النادي الاهلي ونادي غزل المحله في اطار منافسات الدوري العام الممتاز لموسم 2022 2023. المباراه القويه جدا اللي اتلعبت النهارده على استاد غزل المحله، وهو احد اصعب استادات كره القدم في مصر. النادي الاهلي دايما لما بيروح المحله ويلاعب غزل المحله فعلا بيبقى عامل حساب ماتش تقيل، ماتش قوي، ماتش فيه نديه. وياما الاستاد ده الاهلي خسر فيه سواء مباريات سواء دوري قبل كده موسم 2002. فبالتالي الاهلي كان عامل حساب الماتش ده. غزل المحله مقدم انطلاقه ممتازه الموسم ده، كسب 3 ماتشات وتعادل ماتش، وان الاهلي كسب 4 ماتشات. اذا هي مواجهه بين الاول والثاني حتى الان طبعا، لكن ما بنقولش ان نادي غزل المحله هيستمر في منافسه او كل الكلام ده، ولكن الكيك اوف بتاعه كان احسن. غزل المحله قبل الماتش حصل شويه قلق، بابا فاسيليو ماشي، لا قاعد، مين يتدخل مين يعمل، المهم الراجل بيقعد، بس بيقعد قبل الماتش بقد ايه؟ ب 48 ساعة. يعني الراجل ده كان ماشي من 4 أيام فجأة قعد. فطبعا حالة من عدم الاستقرار في فريق غزل المحلة، وبيقابلها حالة من الهدوء والسيطرة على غرفة خلع الملابس، سيطرة كاملة من المدير الفني المحترم حتى الآن من مارسيل كولر، اللي بيرجع لنا اللعب اللي احنا كنا منتظرينه من الأهلي. النادي الاهلي بدا في حراسه المرمى بالشناوي في حراسه المرمى، قلبين دفاع ياسر ابراهيم ومحمد عبد المنعم، باك يمين اكرم توفيق، باك شمال علي معلول العائد من المونديال، نص الملعب ديانج والسوليه، امامهم في الخط الامامي برونو سافيو في القلب، على يمينه كريم فؤاد، على الشمال احمد عبد القادر، مهاجم وحيد وهو بيرسي تاو. وهي يمكن دي مفاجأة التشكيل الأساسية. بصراحة ما كانش حد متوقع من بيرسي تاو إنه يبتدي المباراة دي، بل بيبتدي وبيقنع. بيرسي تاو تحس إن مع مارسيل كولر سيبك من جول وسيبك من أي حاجة، وما نقدرش نحكم على ان بيرسي تاو يعني رجع مستواه او ما رجعش، لان احنا اصلا ما شفناش مستواه. ولكن بيرسي تاو تحس انه واقف بدنيا على رجله، عكس الموسم اللي فات تحس انه كان يعني بينزل تعبان قبل ما يلعب. بيرسي تاو النهارده تحس انه قادر يجري، مش النهارده وبس، وحتى في الدقائق المعدوده اللي كان بيلعبها الماتشات اللي فاتت تحس انه فايق بدنيا. في حاجه متغيره، فتره اعداد كانت محترمه لبيرسي تاو. الاهلي بيبدا ضاغط، الاهلي بيضيع كوره واثنين عن طريق بيرسي تاو، وبعد ربع ساعه او 17 دقيقه بتتلعب عرضيه ممتازه من علي معلول، بيقابلها بيرسي تاو اللي قطع على القريبه ولعبها فيرست تايم على طول، بتعدي من الجول كيبر، ويبقى الهدف الاول للنادي الاهلي. بدايه ولا اروع ولا امتع ولا يعني تحس ان في ابهار بصري، في ضغط عالي من لعيبه الاهلي، في استخلاص سريع، في استرداد للكره بسرعه من المناطق الاماميه. ولو حتى غزل المحله طلع بالكره تلاقي دايما ديانج وسوليه بيعملوا يفتكوا الكرة او يستردوها بسرعه عن طريق ان هم بيتدخلوا تدخلات شرعيه او غير شرعيه، حتى عن طريق فاولات تكتيكيه. ودي نقطه مهمه جدا، ازاي ان انت تعطل الهجمه، سواء ان انت تاخد الكرة او حتى تعمل فاول، وفاول تكتيكي يرجع لك الفرقه للمناطق الخلفيه، وبالتالي تقدر تحافظ على منطقه جزائك محميه. الاهلي ضغط عن طريق احمد عبد القادر، عن طريق برونو سافيو، عن طريق كريم فؤاد في الخط الامامي. بيرسي تاو كان بيتحرك تحركات ذكيه جدا. بيرسي تاو اهدر فرصه، احمد عبد القادر اهدر كوره بان هو عدى من ناحيه الشمال، وبدل ما يعملها بالعرض راح لعبها في الزاويه الضيقه بيمسكها الجول كيبر. كره ثانيه بتعدي لاحمد عبد القادر على حدود منطقه 18، بيشوطها كانه بيشوط ضربه جزاء بالظبط، بتعدي فوق العارضه مفيش بحاجه بسيطه جدا. بعدها في الدقيقه 30 تقريبا احمد عبد القادر بيراوغ من ناحيه الشمال بمهاره فرديه عاليه جدا، وبعد كده بيعملها بالعرض تقلش من كريم فؤاد تروح لبرونو سافيو اللي بيشوطها مره واحده، والاهلي بيحط الجول الثاني بعد نص ساعه بالظبط. الاهلي مسيطر مهيمن، ما فيش احسن من كده. خلال الفتره دي ما بين الجول الاول والجول الثاني غزل المحله عمل كره واحده، في لعيب خد الكوره رقص واحد والتاني، وبعد كده بصاها للشناوي، ما اقدرش اقول عليه شاطها. الشناوي مرتبك تماما، ما تحس ان الكره فيها حاجه، فيها كهرباء ولا ايه، الكره بتقع منه بمنتهى الغرابه. الاغرب كمان ان باولو مفوفي مهاجم نادي غزل المحله بيطيح بالكره في السماء، والجول فاضي تماما. فرصه ذهبيه مش طبيعيه لفرقه غزل المحله انها ترجع وتتعادل في ماتش بتضيع. بس مين اللي عمل الفرصه دي؟ صناعه محمد الشناوي. الاهلي بيطلع الشوط الاول
مكتسح تماما من ناحيه الارقام، اداء ولا اروع، انسيابيه جابها شمال عن طريق علي معلول واحمد عبد القادر اللي النهارده كان قادر والنهارده كان فايق، وجابها يمين عن طريق اكرم توفيق، وقدامه كريم فؤاد اللي فعلا بجد بيثبت انه صفقه رابحه ما كانش قادر يستغلها موسيماني في الموسم الماضي. السولية وديانج فايقين النهارده، تحس ان ديانج اللي كان عنده غيبوبه لا كان فايق، كان واقف على رجله. منعم اضاف الهدوء ورزينه لخط الدفاع، ولكن السرد باكين لم يختبروا. بدأنا الشوط الثاني، الاهلي نايم الجيم تماما، بيلعب اداء تجاري، مفيش القدره البدنيه او الاهلي واقف على رجله بدنيا بس مش رامي نفسه في المناطق الاماميه، خلاص هو خد اللي هو عايزه من الجيم، ضغط جاب جول بس اتحسب اوفسايد. غزل المحله ما كانش ليه انياب حقيقيه على النادي الاهلي. النادي الاهلي بدا يضيع الوقت بشكل شرعي وشكل قانوني، ان هو سواء ما بيعملش ضغط العالي وبيستنى غزل المحله اللي مش عايز يهاجم لانه خايف يهاجم، لانه خايف ان تيجي عليه مرتدات، او ان هو بيضغط على المحله في المناطق الخطوره. يعني انت عديت نص ملعب، هضغط هاخد الكوره احاول اطلع بس مش هبقى مهتم بالكوره قوي. بتعدي دقايق ولحظات بيحصل تغييرات، والتغييرات هما بالترتيب كده: قفشه بينزل مكان برونو سافيو، قفشه لم يضيف بعد وتحس ان في حاجه، في كلمه اخيره هقولها على البودله. قفشه بينزل مكان برونو سافيو، شريف بينزل مكان بيرسي تاو، بعدها بشويه بينزل شادي، او في نفس التغيير بينزل شادي حسين مكان عبد القادر، بعدهم في الاخر خالص حسين الشحات بينزل مكان كريم فؤاد. التغييرات ما اضافتش اضافه حقيقيه للنادي الاهلي، لان النادي الاهلي كان فاقد الرغبه انه يزود السكور، والنادي الاهلي تحس انه عمل اللي عليه او ان هو وصل اللي هو عايزه. بس لو ده مستوى البودلة، هل البديل ده بيتفرج على نفسه لما بيرجع؟ يعني هل البديل ده فعلا عنده غيرة انه ما بيلعبش؟ واحد زي حسين الشحات ده جايب 160 مليون جنيه او ما يقارب ال5 مليون دولار، وكان الكل بيراهن على الصفقة دي. وللأسف اللعيب بعد ما كان اساسي وكان عليه طموحات، بعد كده بقى اساسي وما عليهوش طموحات، وبعد كده بقى اجبار علينا ان احنا نشوفه في الملعب سواء ادى او ما اداش، بيأدي ماتش و10 لا. بعد كده لعيب بقى احتياطي، وبعد ما بقى احتياطي بقى خارج حسابات الجهاز الفني، وبعد كده بيرجع تاني لحسابات الجهاز الفني. ولكن انا اعتقد ان مشاركته النهارده مشاركه سياسيه، وهو بدا ان يبقى في كلام على حسين الشحات ان هو يجدد، لا يمشي، لا يقعد، لا حسين الشحات يحق له انه يوقع اخر او يعني اخر الشهر ده او في يناير، ان هو هيبقى باقي له 6 شهور بس من عقده، وما ينفعش الاهلي يفرط فيه ببلاش، لان هو جايبه ب5 مليون دولار، ويعتبر اللاعب الاغلى في الدوري المصري من حيث القيمه اللي جه بيها اللاعب ده بالنسبه ما يخص لحسين الشحات. شريف مفيش، شادي حسين بيلعب في الوينج ليفت برضه تحس انه مفيش بصمه حقيقيه. محمد مجدي قفشه انت منافسك مش قوي قوي، يعني برونو سافيو لعيب برازيلي وبيرقص وبتاع حركات وكده، لكن مش اللعيب المرعب. انت عندك من القدرات التكتيكيه انك انت تقدر تأدي في كذا مركز، وتقدر تطوع نفسك لخدمه اكتر من خطه، ولكن تحس ان مجدي قفشه حتى على المستوى الطموح ارتضى ان هو يبقى لعيب احتياطي للعيب. انا من وجهه نظري شايفه انه مش الكواليتي الرهيب اللي يقعد مجدي قفشه او يقعد اي لعيب في الدوري العام الممتاز، ولكن هو عنده بعض من اللمسات، ولكن حتى الان لم يقنع بعد. النادي الاهلي خد اللي هو عايزه من الماتش. ملحوظات سريعه جدا: بيرسي تاو فايق بدنيا، هيبان استمراريته ان هو عنده اصابه مزمنه ولا كان مش مؤهل اصلا لما جه النادي الاهلي وما حصلوش فتره تاهيل بدني محترمه، وبالتالي ظهر بالمستوى اللي ظهر بيه الموسم اللي فات ده مع مارسيل كولر. هنشوف بيرسي تاو وضعه هيبقى ايه، ما نقدرش نحكم عليه دلوقتي. حاجه تانية: دفاع النادي الاهلي بيترقص بسهوله شديده جدا، يعني في اكتر من لعبه بينت ان الدفاع سهل قوي انه يترقص، سهل قوي ان اي مهاجم يلم لعيب واثنين وثلاثه، ودي بانت في كوره يمكن اللي اخطاها الشناوي، بانت في كذا كوره تانية. رقم 3: احمد عبد القادر، انت لعيب ما حدش اختلف عليك، ولكن احمد عبد القادر بينقصه حاجه واحده بس، ان هو قبل ما تجيله كوره او لما حتى بتجيله كوره ما بقاش عنده قرار بالنسبه له هو واضح وصريح انا هعمل ايه بالكوره. احمد عبد القادر بياخد الكوره وبيمشي وبيسيبها على ربنا، كلنا سابينها على ربنا، ولكن يبقى عندي بلان ايه وبي. طب عديت هعمل عرضيه لمين، او هشوط اشوط مره واحده، ولكن احمد عبد القادر تحس انه بيلعب
على ما تفرج. انا معايا الكرة بفضل ماشي 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 لحد ما ادخل ال 18، خلاص بقى زهقت من الكرة فبقى اخلص منها اي حاجة وخلاص. وده طبعا مش مستوى لعيب دولي ولا مستوى لعيب من ناحيه التفكير التكتيكي انك انت تقدر تعتمد عليه احمد عبد القادر. عشان كده مره فوق ومره تحت. احمد عبد القادر لو ما عداش في واحده واثنين وثلاثه بيقرف وبيزرجن وما تاخدش منه لا كره هجوميه ولا كره دفاعيه. برونو سافيو لسه كتير قوي. محمد الشناوي خير. محمد الشناوي فعلا بقى في حته تانية بالمستويات الغريبه اللي بيقدمها محمد الشناوي. انا شايف انه حارس مجتهد مش موهوب، ويمكن قلنا الكلام ده كتير. محمد الشناوي كان ينقصه انه يبقى قاعد له واحد بره ممكن يقعده بالماتشات. مع احترامي كامل لمصطفى شوبير او علي لطفي، دول ما يقعدوش حارس مرمى عادي في الدوري الممتاز. لسه قدامهم كتير قوي. او علي لطفي خلاص قدامه ان هو لازم يطلع عشان يلحق اخر مسيرته الكرويه. ومصطفى شوبير محتاج انه يطلع بس عشان ياخد خبرات. مش دول اللي يشيلوا مرمى النادي الاهلي. محمد الشناوي مش مركز تماما، لا حتى في الكور اللي بتجيله من ورا مثلا من المدافعين لما بيبنوا عليه هجمه وهو يلعبها طويله. دايما اخطاء في التمرير. ضيف على كده النهارده مفيش تركيز خالص، كان هيتسبب في هدفين محققين. وكان ممكن الفار يبقى قاسي ويحسب عليه كارت احمر في الوقت اللي الاهلي كان خلص فيه التغييرات. يعني يا دوب حسين الشحات كان نازل، كان ممكن لو عايزين يعني تمام ياخد كارت احمر والاهلي يلعب ناقص لعيب وناقص جول كيبر. يعني تخيل انت هتلعب 10 دقائق ربع ساعه من غير جول كيبر. متخيل؟ تمام. فمحمد الشناوي لا مش مركز تماما. ويعني وده بيطرح سؤال: اين اداره الاهلي؟ انتوا شايفين فعلا ان الاهلي مش محتاج صفقات؟ يا جماعه الخير، انتوا شايفين؟ انتوا بتحكموا ازاي؟ يعني انتوا ايه وجهه نظركم في ان الاهلي يبقى ما يجيبش لعيبه تهز اللعيبه اللي موجوده؟ انت النهارده بقيت تحت رحمه اللعيبه اللي موجوده دي. اللعيبه الموجوده دي ليها مزاج تلعب هتلعب حلو وتمتع زي النهارده. ملهاش مزاج تلعب او مقريفه هتقرفك زي ماتش المقاولين وماتش طلائع الجيش. فانت بقيت ابس اند داونز. النهارده احنا بنقول الاهلي حلو، بس بعد يومين ثلاثه في الماتش الجاي هنقول ايه؟ ما بقتش عارف. يبقى انت محتاج ان يبقى فيه صفقات حقيقيه ودعم حقيقي للاهلي ولفرقه النادي الاهلي بصفقات في يناير. انت محتاج سيرد باك محترم، محتاج باك يمين محترم، محتاج باك شمال من باب اولى كمان محترم. يعني الباك اليمين انا مش قلقان عليه، لا على قد ما قلقان على الباك الشمال. علي معلول ده حصل له اي حاجه. انت محتاج باك شمال محترم، محتاج جول كيبر يصح الشناوي شويه او جول كيبر يقعد الشناوي، ومحتاج راس حربة صريح، راس حربة بجد، راس حربة 9، راس حربة يجيب اجوال. لكن المستويات اللي بيقدمها شريف ولا شادي ولا حسام حسن من قبليهم وبيرسي تاو النهارده بيدخل معاهم يعني القايمه. يعني بيرسي تاو صدقني النهارده يمكن عمل بعض من الحركه، ولكن ده ممكن لضعف دفاع نادي غزل المحله وليس برضو ان هو راس حربة صريح. كل اللي بيلعب في النادي الاهلي في المكان ده بيلعب فيه اجتهادي. وحتى راس الحربة الاصيل مثلا زي حسام حسن لا يصح انه يبقى مهاجم النادي الاهلي. شادي حسين لسه ما اداناش اماره انه يستحق انه يبقى اساسي. محمد شريف لا تعليق. وبيرسي تاو النهارده بيدخل معاه. اداره الاهلي محتاج صفقات بصرف النظر عن النتائج، لان احنا دايما او بقى لنا موسمين بنبتدي كيرف عالي وبعد كده بناخد الغطس المتين. نشوفكم ان شاء الله. بالنسبه للنادي الاهلي نشوفكم ان شاء الله في المباريات القادمه، وانتظرونا في فيديو جديد وحلقه جديده. تصبحوا على خير. السلام عليكم.